السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل مع بعض عجينة البيتزا الإيطالي بطريقة احترافية، وكمان صوص الجبنة يطلع معانا جوسي كده وسايح وفي منتهى الجمال وما تتحرقش مننا. وهقولك على التركة اللي تخلي البيتزا تطلع معاكي حلوة ومش محروقة أو نية أو معجنة من جوه. وكمان هنعمل طريقة تانية للبيتزا اللي هي البيتزا الشرقي. يلا بقى نسمي الله ونشوف المكونات. نص كيلو من الدقيق المتعدد الاستخدامات، وعليه معلقة هرمية أو 13 جرام أو كيس خميرة فورية، وكمان معلقتين من السكر، أي نوع سكر، وكمان حطيت عليه معلقة كبيرة هرمية من الزعتر والسمسم. لو موجود عندك موجود، لو مش موجود الخطوة دي ممكن تستغني عنها. وبعد كده ضفت عليهم معلقة صغيرة من الملح، وكمان ضفت عليهم 70 جرام من الزبادي أو اليوجرت أو اللبن، ومعلقة صغيرة من الجبنة، أي نوع جبنة عندك. هنا الجبنة هتبقى زي محسن كده، والزبادي كوباية زبادي بلدي صغيرة، هما هيعادلوا 70 جرام. وبعد كده ضفت 70 ملي من الزيت أو ربع كوباية من الزيت النباتي. وبعد كده استخدمت بقى مية للعجن عشان ألم العجينة كلها مع بعض. المية على حسب نوع الدقيق، يعني أنا هنا نوع الدقيق احتاج مني أو كمية الدقيق دي احتاجت مني حوالي كوباية ونص كده مية، يعني بما يعادل 210 جرام كده، 220 سوري 220 ملي. وهنبدأ نعجن ونخلط، بس لازم المية تكون دافية عشان ما تموتش الخميرة. لو المية سخنة هتموت الخميرة ومش هتخلي النتيجة كويسة. فانت الافضل ان انت تحطي مية زي دمعة العين، صباعك لما تحطيه في كوباية المية كده تحسي ان هو مش بيلسعك، تحسي انها فترة او دافية. وهنبدأ نعجن واحدة واحدة. لما نحس انها محتاجة للسوائل تاني هنضيف لها واحدة واحدة لحد لما تطلع خالص العجينة. ايوه هي كده محتاجة ايدينا بقى علشان تظبط معانا. عجينة البيتزا يا بنات مش بتحتاج تتعجن كتير، يعني تعجنيها بس لما تلم كده معاكي وتحسي ان العجينة خلاص بقت ملساء، خلاص كده بتبقى تمام. هتحاولي بس تعجنيها تخليها تخش جوه بعضها كده زي ما انت شايفة. مش بنعجنها كتير عشان ده مش عيش. تمام. هنضيف على وشها بقى معلقة أو دهنة زيت كده، زيت نباتي، أي نوع زيت نباتي عندك. يا سلام لو حطيتي عليها بقى زيت زيتون، بتدي نتيجة حلوة جدا كأنك بتغليها في إيطاليا. هنا أنا ضفت على وشها زيت عشان ما يعني إيه، إحنا بنقول عليها ما تنشفش أو ما تحجرش، العجينة تفضل كويسة وطرية. هنسيبها بقى ونركنها على الرخامة ونتجه للبيتزا الشرقية. هنسيبها لحد ما تخمر حوالي ساعة في مكان دافي. هنا أنا جبت كوباية من الزبادي برضو 70 جرام، وبرضو بنفس الكوباية أخدت حوالي 40 جرام من الزيت النباتي أو السمنة، بس هنا أنا استخدمت زيت نباتي. وحوالي 40 جرام من اللبن أو ربع كوباية وربع كوباية، ربع كوباية زيت وربع كوباية لبن. وهنقلبهم كلهم مع بعض. وهناخد معلقة من البيكنج باودر، دي علشان هنورق بيها الفطيرة الشرقي. هنبدأ نقلب المكونات دي كده مع بعض لحد لما تمتزج كويس جدا، علشان هندهن بيها بين الطبقات بفرشة، فلازم تكون كريمي كده وسهلة الدهن. هنركنها ونجيب صينية، دي مقاس 30 في 30. هندهنها بأي مادة دهنية. هنا أنا برضو دهنتها بالزيت. وهنبدأ بين كل ورقتين ندهن بالخليط، يعني ورقتين وندهن بالخليط اللي احنا عملناه. وهنظبط كده في الصينية وبعدين ندهن بالخليط. وبعد كده هنبدأ نجيب
الحاجات اللي احنا عملناها الحشوة يعني. انا هنا كنت عملت حشوة وانا شغالة معاكم، هقول لكم عملتها ازاي. كان عندي حوالي ربع كيلو من السجق، شوحته مع بصلاية وفصين توم وكمان طماطماية، وبدأت احطهم بقى في النص كده. الجنب ده هعمله بالسجق، والجنب التاني هزود بقى فلفل وجبن وكم قطعة سوسيس. خليكم معايا عشان هنرجع تاني للبيتزا الإيطالي. بس هنا أنا إيه، كنت بعمل لكل واحد الحاجة اللي هو بيحبها. أنا زوجي بيحب البيتزا الشرقي، ما بيحبش البيتزا الإيطالي. بدأت هنا أزود بقى أي حشوة عندك عايزة تعمليها بقى بصوص الرانش مثلا. هتضيفي صوص الرانش الأول، وبعدين تجيبي فراخ متقطعة كريسبي وتروحي حطاها في النص كده مع صوص الرانش، وما تحطيش عليها ولا صلصة ولا أي حاجة. تمام، برضو هتطلع معاكي وهمية. هنا بقى كنت مقطعة طماطم. لو هتحطي طماطم لازم تشيلي القلب بتاعها والعصارة بتاعتها علشان ما تبوظلكيش البيتزا وتطلع معاكي معجنة وطرية. لا، البيتزا الشرقي بنحبها تبقى طرية بس مقرمشة كده من فوق ومن تحت. هنا ضفت بقى سوسيس، انت عايزة تضيفي بسطرمة، تضيفي لحمة مفرومة، اعملي اللي انت عايزاه. هنا عملتها كده في النص تمام اهي. ما تنسونيش بقى يا بنات في اللايك، واتمنى تفضلوا معايا كده شوية ما تشوفوش حبة كده في الفيديو وتجروا. وبعدين عندك شوية جبنة موتزاريلا عايزة تحطيهم حطي، عندك ميكس جبن. على فكرة ممكن تعملي البيتزا دي بالميكس جبن بس، ومعاها شوية زيتون بتبقى حلوة جدا. معاها جبنة قريش، جبنة قريش بس، وتحطي فيها معاها زيتون، هتبقى تحفة جدا كحاجة كده في نص اليوم. بعدين خلاص انا هنا خلصت كل الطبقات، وبدأت اعمل ويتش بيتزا بقى عشان تبين انها بيتزا يعني. طماطم بقى وفلفل، واعملي بقى حركات كده عشان الولاد بيحبوا الشكل يكون حلو. هنيجي بقى للبيتزا التانية اللي احنا خلاص تمام كده، هي اتخمرت. هنا بقى التركية دي مهمة جدا. هتدهني الصينية بالزيت، وبعد كده هتجيبي دقيق السمولينا او دقيق البسبوسة من غير سكر، دقيق العادي خالص من غير سكر. وهتدي معلقة كبيرة كده في الصينية، وتبدأي تغلفيها في الصينية كويس جدا، علشان دي طريقة التسوية بتاعة البيتزا الإيطالي. لو دهنتي الصينية زيت وحطيتي فيها البيتزا، اولا هتبقى عامله معاكي زي الرابر كده، وهتفضل تروح وتيجي زي الكاوتش كده، وتفضل تروح وتيجي. الافضل ان انت تعمليها كده، وتبداي ايه ترشي عليها حتى لو دقيق. لو ما عندكيش دقيق سيمولينا حطي دقيق. ليه؟ لان هي كده هتستوي تمام يعني، هتستوي من قلبها وتبقى حلوه جدا. هنبدا بقى نفردها بالنشابه. هناخد، انا هنا عملتها على 3 قطع، وخدت قطعه وفردتها بالنشابه على الرخامه، وهننزل في الصينيه اهو زي ما حضرتك شايفه، ونبدأ بقى نظبطها ونسويها جوه الصينية. وبعدين هقول لكم بقى على الصلصة اللي هتديها طعم حلو جدا. هنا انا عندي معلقتين كبار من الكاتشب، وضفت عليهم. هنكمل مع بعض، معلش انا اسفة جدا. هنضيف هنا في الطبق معلقتين من الكاتشب وعليهم معلقتين من الصلصة. انا كنت عاملاها قبل كده معاكم على القناة. وهنضيف عليها معلقة كبيرة من الزعتر، دي زعتر جاهز معاه سمسم. وهنضيف عليها ملح، وكمان شوية من الزيت. أنا هنا مش هضيف توم، لو حضرتك حابة تضيفي توم ضيفي، أنا حبيت أخليها هنا خفيفة وزي ما المطبخ الإيطالي بيعملها بالظبط. هنبدأ نقلبها كويس جدا، ونبدأ ناخدها وندهنها بفرشة على وش البيتزا. تمام، هتبدأي تدهني الوش كويس جدا على قد ما تقدري، عشان ده بيخلي طعم البيتزا نفسها حلو. وما تنسيش تمسكي البيتزا بقى وتخرميها بالشوكة، تمسكي الشوكة كده وتبدأي تخرمي وشها كله. بعد كده هنبدأ بقى نجيب الطماطم هنا أنا مقطعاها وشايلة القلب بتاعها، ورصي بقى بالطريقة اللي تعجبك. وكمان هنضيف عليها زيتون مقطع شرايح، وكمان فلفل الوان، فلفل اي نوع فلفل، اي حاجه انت بتحبيها ضيفيها، دي حاجه راجعه لاختيارك انت وذوقك انت. بعد كده في حاجه بقى مهمه جدا، التركايه بتاعه الجبنه الموتزاريلا.
هنا لازم تدخلي البيتزا تستوي على درجة حرارة 180. هتسيبيها تحت في الرف اللي تحت لمدة 5 دقايق بالظبط، وبعد كده تطلعيها وتحطيها في الرف الأوسط حوالي 7 دقايق، وبعدين هتطلعيها وتحطي على وشها البيتزا. لو عايزة تكتري البيتزا طبعا عشان خاطر الظروف الجميلة اللي احنا فيها دي، فكلنا بنحب يبقى الوش مليان بيتزا. هنعمل ايه بقى يا ست البنات؟ هتشوفي الخطوة دي، انا هقولك على الخطوة دي بس جاهزة، وهتشوفي انا هعمل ايه بعد كده. هنا انا خلاص خلصتها ودخلتها خلاص على الفرن. هبدأ بقى اعمل الصوص اللي انا هحطه عليها اللي هو صوص البيتزا. هنجيب معلقتين من الدقيق وعليهم كوباية من الحليب ربع كوباية من الجبنة الموتزاريلا. هنا بعد ما استوت اهي، ودي كمان خلاص استوت، هبدأ احطها كده على وش البيتزا. هي خلاص البيتزا تعتبر مستوية زي ما قلت لك. هتحطيها تحت 5 دقايق وبعدين فوق 12 دقيقة 7 دقايق، وبعد كده هتحطي بقى الصوص ده وتحطي على الوش كده شوية موتزاريلا صغيرين، وتدخليها الفرن تحت سوري، تحت الشواية، بعتذر. وهتسيبيها حوالي 3 أو 4 دقايق. هنا خلاص اهي تمام. ما تحطيش الجبنة الموتزاريلا غير لما تكون خلاص 3/4 سوا، علشان تطلع معاكي بتمط وتطلع معاكي جميلة. هنا خلاص بقى انا حطيت الصوص الاول، وده بيكتر الجبنة الموتزاريلا ويخليها كتير وتطلع معاكي زي بتاعة المحلات بالظبط. هنا برضو خلاص هو هنا اخد حوالي ربع ساعة او تلت ساعة في الفرن الجلاش، وبدأت اطلعه واحط عليه الجبنة الموتزاريلا علشان تطلع حلوة وسايحة وجميلة. اتمنى الوصفة تعجبكم. والموتزاريلا يعني بالمناسبة النوع اللي انا بستخدمه نوع موتزاريلا الحمد. هنا بعد ما طلعت في منتهى الجمال والكمية دي عملت معايا صينيتين كبار. وطبعا انا بوريكي هنا الجبنة طبعا كانت سخنة مولعة، وبوريكي التوريقة بجد كانت حلوة جدا. وما تنسونيش بقى يا بنات في اللايك والشير كتير، ويا رب الوصفة تعجبكم. هنا عملت حوالي صينيتين كبار، وانا كمان فاض مني قطعة وشلتها في الفريزر ما جرالهاش اي حاجة. هتطلعيها وتسيبيها نص ساعة تخمر تاني وتفك وكل حاجة، وبعدين تشتغلي بيها مش هيجرى اي حاجة. يعني النص كيلو هيطلعلك بسم الله ما شاء الله 3 بيتزات كبار. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، واتمنى ان الوصفة تعجبكم. وما تنسوش اختكم في اللايك والشير الكتير. بصي بقى من تحت مستوية وجميلة ازاي، وما لزقتش في الصينية ولا اي حاجة. بصي انا هوريكي هنا كده، عايزة اوريكي بس هي كانت سخنة ملهلبة. عايزة اوريكي بس مطة الجبنة الموتزاريلا، شايفة الجمال؟ طبعا بعتذر. سلام عليكم.